السلام عليكم المتبعين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنىكم تكونوا على خير وبخير. اليوم ان شاء الله غنديروا واحد الحلوه ديال الكاوكاو. ها هو كاوكاو، ها هو 1 كيلو هنايا ديال الكاوكاو. يعني دابا غنحمروا، اللي بغا يديروا في الفران يديروا. انا تنديروا في الكوكوط، تنحمروا في الكوكوط. انت داك الصفوف ديال رمضان وهداك الشيء كلشي تندوزو في الكوكوط. المهم ها نتوما تبعوا معنا المتبعين ديالنا. هذه غريبه تجي زوينه وتجي فتيه، تجي غزاله ديال الكاوكاو. هنا هي كاوكاو، تابعوا معايا وانتم عاد تشوفوا الطريقه. ايوا ها نتوما المتبعين ديالنا، هانت كيلو كامل درتو في الكوكوط، كيجي ساهل. انا تنفضل هاد نديرو في الكوكوط على الفران شويه تيشد الوقت. الكوكوط مسربيه، ولكن تبقاو باستمرار تحركوه، ماشي تبقاو تخليوه مثلا عاد هاد تحركوه لا. ملي ديروه تبقاو تحركوه باستمرار هكا. انا في رمضان حتى هذاك الطحين ديال الصفوف وكلشي، هذاك المقادير ديال الصفوف كندوزهم كاملين في الكوكوط، والطحين تتحمروا من هذاك الشيء الرفيع. وها نتوما معانا ان شاء الله حتى يتحمر ونوريكم الشكل النهائي. وها نتوما المتبعين ديالنا، دابا غنديروا في الهاشوار. ها هو غنطحنوا، ها نتوما معانا. كانت طيح ليا في يدي. هاهي المهم غادي نطحنوا وانا نوريكم الشكل النهائي. ها نتوما المتبعين ديالنا، بعد ما حمرت الكاوكاو، ها هو راه حمرته بجلوفه بكلشي ليه، تيجي على هذا الشكل هذا. ها هو الطحين ديالو كيفاش طحنته، جا هكا. ما طحنتوش بزاف وما خليتوش مهرمش بزاف، بين وبين. المهم غنزيد البيض. ها البيضه الاولى، بسم الله. مع البيض درت. المهم تتهز كيلو تيهز 5 البيضات، واللي بغى يدير غير نص كيلو يدير 3 البيضات، يعني يدير نص المقادير. انا درت 2 هنايا، دابا نزيد الرابعه. تجي معلكه وتجي زويونه. وغنزيد معلقه كبيره ديال القرفه، ها هي. و2 كيسان ديال سنيده تكون هذيك الرقيقه ماشي الغليظه، تكون على الشكل هذا. بسم الله. دابا غنخلط كلشي. تجي زوينه وتجي معلكه، تجي غزاله. قبيصه ديال الملحه، و2 معالق كبار ديال الكوفيتير هذاك اللي كيكون شويه، ماشي هذاك الجاري، هذاك اللي تيكون شويه عاقد. 2 معالق. كيلو ديال الكاوكاو محمر مطحون على هذا الشكل هذا، و5 ديال البيضات، ومعلقه ديال القرفه، وبيصه ديال الملحه، و2 معالق كبار ديال الكوفيتير، و2 كيسان ديال السكر. واخا قلت المقادير معليش نعاودهم باش كلشي تبارك الله يشدها في عقله ويديرها. وبعد ما خلطتها مزيان، دابا غنزيد واحد 2 خمارات. ولا غيدير نص المقادير يدير غير خماره وحده، ويدير نص المقادير، يعني ما يديرش. ها هما 2 خمارات مع كيلو ديال الكاوكاو. دابا نخلط هاد العناصر كلشي وغنديرها في الثلاجه، نخليها حتى تبرد مزيان، تشد راسها.
وعاد غنكورها ونديرها في الفران. وفي الفران راه ما تخليوهاش بزاف في الفران، يعني راه الا خليتوها بزاف وهذا تتقصح، ترخفوا عليها الفران لان كلشي كاوكاو طايب، يعني ما كاينش شي حاجه اللي غطيب، ما فيها لا طحين لا والو. تخليوها تشد راسها مزيان. ايوا صافي وتتجبدوها. المهم مازال غنفندها ان شاء الله في السكر كلاصي. ها نتوما معايا دابا غنديرها تبرد ومن بعد نرجع معاكم. ها نتوما المتبعين بعد ما جبدتها من الثلاجه، ها هي بارده دابا. ودابا انا غنكركبها على هذا الشكل هذا هكا. نديرها في السكر كلاصي. السكر كلاصي هذاك المزيان سبيسيال، ماشي السكر العبار هذاك اللي تيكون في الباكيه. ها نتوما المتبعين راه وريتكم من الاول. ها نتوما معانا حتى وكنطيبها. وها نتوما المتبعين ديالنا بعد ما كورتها ودرتها في السكر كلاصي. ها هي حنا نديرها دابا في الفران، وملي ديروها في الفران ديروها لتحت باش تفقع، ما ديروهاش الفوق. ورخفوا عليها الفران يكون عافيه مهيله، يعني ما تجهدوش عليها الفران ان كاوكاو مقلي. كلشي يعني طيب. عاد تفقع لينا وتشد في راسها صافي ونحيدوها. وها نتوما شاهدوا معنا حتى نجبدها ان شاء الله ونوريكم الشكل النهائي. ايوا ها نتوما المتبعين ديالنا بعد ما خرجنا من الفران، ها هي تطلع تبارك الله غزاله وتطلع مفقعه. ها نتوما الشكل ديالها، ها هي تطلع غزاله. نتمنى من الله تجربوها. ها هي درتها غير لتحت، راه ما رديتهاش الفوق، هي لتحت صافي تتفقع صافي تتحيدوها. ايوا ها نتوما وريناكم ها نتوما ها هي طلعت فنيونه وغزاله وتجي فتيه. وانا المهم تنحيد كلشي. هادشي الصلاه عند برجات غزاله ما نقول لكمش كي جات. ونتمنى من الله تجربوها. هي يلاه بردات شدات راسها. راه في الاول تتكون ما تقدريش تهزها حتى وكان تبرد، لما تتخرجيها تتكون مازال فتيه، من تتشد راسها هي اللي حيدوها تبرد غير شويه. وراه تعطي تبارك الله، راه كيلو تيعطي كميه كبيره الصلع النبي، تعطي طبسيل عامر. دابا راه درت هاد اللاطه هادي ودرت جوج لاطات اخرين، يعني تتعطي واحد الكميه تبارك الله. ايوا ها نتوما المتبعين ديالنا بعد ما طابت غريبه ديالنا، ها هي تجي على هاد الشكل هذا. تجي تبارك الله غزاله وتجي فتيه وتجي معلكه، يعني ما قالوا لها المعلكه راه حتى تبقى معلكه نيت. ونتمنى من الله تجربوها. واللي عنده السكر وعنده هذا يحيد بحال دابا في الخلاط وهذا يدير غير نص كاس ديال السكر. وما هي خاصها تجي حلوه، هي سميتو في هذا ديالها خاصها تجي حلوه. ولكن الناس مساكن عاوتاني اللي فيهم السكر ضروري خصهم يذوقوا، ضروري خصهم تيتشهاو كاع المساكن. ايوا الحمد لله على كل حال يديروا هذاك نص كاس ديال السكر ملي يكونوا يخلطوا. اما هي خاصها المقادير ديالها يكونوا مضبوطين. ايوا هادشي اللي كاين. ونتمنى من الله هاد الحلوه هادي ديروها وتجربوها وتردوا عليا في التعاليق. ايوا بالصحه والراحه المتبعين ديالنا.